السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة سهلة جدا للكشري المصري بتكاته بقى وحركاته. احنا عملنا مع بعض قبل كده كشري الحلة الواحدة، عملنا كل الكشري بتاعنا في حلة واحدة. لا النهاردة بقى قلنا نغير، نعمل الكشري بقى بتاع المحلات بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا انتوا شايفين معانا الكشري والبصل المقرمش المكرمل الجميل. عملنا بقى العدس لوحده والمكرونة لوحدها. ما تنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة اشترك فيها. هقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل برضو مع بعض طريقة للبرتقال. الطريقة دي احنا هنخزنها ان شاء الله بإذن الله لشهر رمضان. فهنزل كده بكمية الجزر اللي عندنا. انا كان عندي كيلو جزر، غسلناه غسلة حلوة ونضفناه. هحطه بقى كده في المية يغلي. اول ما يستوي بقى الجزر بتاعنا هنشوف برضو هنعمل فيه ايه. ادي كده بقى البرتقال ده بلدي. طبعا احنا غسلناه غسلة حلوة. ما ننساش بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هنعمل وصفتين في الفيديو ده، وصفة الكشري، وهنعمل برضو عصير البرتقال. معايا كده بصلاية كبيرة نزلت بيها كده مع اي مادة دهنية عندي. في حلة تانية انا عملت العدس ده ونحطت له معلقة بصل واحدة، وقلبت بقى العدس كده وسبته على جنب. هنا الشعرية نزلت على البصل كده. البصل بيدي طعم حلو قوي للرز بالشعرية. طبعا انا بعمل الرز بالشعرية ده للكشري، مش بحط بصل قل عشان خاطر الكشري. طبعا انتوا عارفين انا لما بعمل حاجة بشغل كذا عين وبعمل فيها. الكشري بتاعنا ما بياخدش ربع ساعة، وما شاء الله بيطلع النتيجة هايلة جدا. معايا كده نص معلقة توم، وهنا هحط برضه ربع معلقة توم على العدس. وكنت حاطة بصلاية صغيرة جدا. هنزل بقى بالمية كده السخنة بتاعتنا. طبعا المية انا مش هكترها، انا يا دوبك بس هغطيه حاجة بسيطة كده واوطي عليه النار خالص. هنا الشعرية بقى بتاعتي احمرت، على فكرة هو لونها كان احمر، هي ما اتحرقتش مني خالص. هنزل بقى بالرز اللي انا عايزاه. طبعا انا هنا مش هقول كميات، الكمية اللي انت عايزة تعمليها اعمليها. انا بحط نص كيلو شعرية على كيلو الا ربع من الرز. انا بحب الشعرية كتير فيه، او الكشري بيبقى حلو الشعرية الكتيرة فيه. طبعا احنا ما ننساش ان احنا حطينا هنا بصل وحطينا توم وحمرنا الشعرية الاول. هقلب بقى كده الرز كده مع الشعرية. بصوا العدس بتاعنا انا مهدية النار عليه خالص، وادي المكرونة هي ما شاء الله اللهم بارك خلاص برضو استوت. هنزل بقى بالمية السخنة بقى بتاعتنا كده. المية السخنة دي بتسهل معايا التسوية جامد جدا. هقلب بقى كده الكمية. طبعا انا بحط بقى الملح والفلفل والتوابل والبهارات بتاعتنا. والله هو مش محروق خالص، هي الكاميرا هي اللي ظلماه. عايزين بقى نعرف هنعمل البصل المقرمش الجميل بتاعنا ده ازاي. هجيب بقى كمية البصل اللي احنا هنعملها وهنحط عليها معلقتين 3 كده من النشا ومعلقة دقيق، وهنفضهم بقى كويس جدا. وهنزل بقى في زيت سخن كده غزير بالكمية بتاعتي. هنعمل بقى هنا مع بعض كده الصلصة. هنزل كده بنص معلقة توم. اللي بيحب يعملها بالبصل برضو يعملها، بس هو بيبقى طعمه حلو جدا بالثوم. هنزل كده بربع معلقة كزبرة ناشفة.
معلقة سخنة بقى معلش. هنزل بقى بالصلصة بتاعتنا. لما التوم بتاعنا كده بقى لونه جولد كده، بصوا بقى البصل بتاعنا في مراحل التسوية بتاعته. بصل كان مقرمش جدا وجميل. انا ما كانش عندي بصل ابيض، انا بحب اعمل الكشري بالبصل الابيض، ومش بحط للبصل الابيض ده ولا دقيق ولا نشا، هو بيبقى يعني مكرمل لوحده. لكن المرة دي انا كان عندي بصل احمر، قلت لا يعني هجربه معاكم كده وهقول لكم برضو النتيجة بكل صراحة. طلعت النتيجة جميلة قوي. طبعا انا طلعته بقى لونه اصفر كده وحلو، طبعا انا ما خليتوش يتحرق. هنعمل بقى هنا الدقة بتاعة الكشري. معايا فلفل اسمر، معايا ملح، معايا بهارات كشري، معايا كزبرة، معايا ربع معلقة شطة. طبعا اللي عايزها حراقة ممكن يزود الشطة. هنزل بقى بالمقادير بتاعتي كده كلها في بولة كبيرة. معايا نص كوباية ليمون او ربع كوباية ليمون، انا عصراه ومصفياه من البذر اللي فيه. هنزل بقى بنص كوباية خل واكمل بقى ايه الباقي مية. معايا بقى معلقة توم كده حلوة، التوم بتاعي طبعا مفروم. هقلب بقى الحاجات دي كلها. كده خلاص الكشري بتاعنا بقى جاهز على التقديم. ما تنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.